تخيلوا كده ورق العنب اللي قدامكم ده عاملينه في البيت ومش شارينه من بره خالص. تعالى اقول لكم ازاي. بنجيب كده ورق العنب في الاول وبنغسله كويس جدا بشويه ميه ومعلقه كبيره من الخل. بعد كده هنصفيه من الميه دي، وبعد كده هنبدا نلفه بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنحطه بقى في برطمان، واهم حاجه بنكبس البرطمان بكميه كبيره من ورق العنب. تعالوا بقى نجهز محلول الحفظ اللي احنا هنحفظ فيه ورق العنب ويفضل معانا في التلاجة حوالي كمان سنه. في الاول كده بنجيب 4 كوبايات من الميه المغليه، عليهم معلقتين كبار من الملح، معلقه كبيره من السكر، ربع كوبايه من الخل، وهنخلطهم كويس مع بعض وهنحطهم على ورق العنب. واهم حاجه لازم نقفل البرطمان كويس جدا. وهنجيب بعد كده بقى حله فيها ميه مغليه، نحط عليها معلقه كبيره من الخل، وهنحط بقى فيها برطمانات ورق العنب، ونبدا نحركها لحد ما لون ورق العنب يتغير معانا ويكون لونه اصفر بالشكل ده. اهم حاجه في ورق العنب لما تيجي تفتحيه تسمعي الصوت اللي انت سامعاه. كده خلاص ورق العنب بقى جاهز. قدموه بقى بألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين